السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ونكمل فوانيس شهر رمضان الكريم. وهنعمل النهاردة فكرة جميلة بعلبة الشاي الربع كيلو دي. تقدري تستخدمي اي علبة شبهها لو مش عندك. وهبدأ كده ارسم مستطيل على الجنب كده، بس انا كده هبتدي افرغه. انا بسيب بس مسافة سنتي واحد بس من الجوانب كلها. وبعد كده طبعا عشان لو انت عندك اي مقاس للعلبة تقدري ان انت تنفذيه بنفس الطريقة دي. انا هفرغ كده الجنب ده، وطبعا هفرغ الجنب اللي قصاده. عندي الجنبين اللي في الجناب صغيرين الحجم بتاعهم، لان العلبة دي مش مربعة تربيعة كاملة، مستطيلة كده. هبتدي ان انا افرغهم كلهم، هيطلع معايا الشكل ده كده. طبعا انا عندي هنا الخامة اللي هستخدمها في تغليف الفانوس هو الاستيكر الخيامية. والاستيكر الخيامية حلو عليه اشكال رمضانية كتير، تقدري تجيبي الشكل اللي انت عايزاه. انا اتعمدت اجيب الشكل التقليدي كده للخيامية، لان انا عايزة اطلع معايا الفانوس النهاردة شكله كده زي الفوانيس الخيامية اللي بتبقى واخدة من التراث شوية. بنحاول ننوع في أشكال الفوانيس وألوانها، عشان كل واحد طبعا يشوف الفانوس اللي يقدر ينفذه واللي عجبه يبتدي ان هو ينفذه بكل سهولة ويسر. هبدأ كده أغلف كأنك بتقفلي هدية بالظبط، سهل جدا. هبتدي كده أقطع الجوانب كده علشان أتني كل الأطراف دي لجوه. وبعد ما اغلفه كله هبدأ ان انا افرغ الاجزاء اللي انا فرغتها من الكرتون. طبعا اقدر ان انا هنا استخدم، لو انت مش عايزة ستيكر خيامية وعايزة اي اشكال تانية مش اشكال رمضانية يعني، تقدري برضو تستخدمي نيلون او تستخدمي اي شكل انت حباه، او تستخدمي حتى ورق كرافت او ورق عادي اي لون. ابدأ بقى كده ان انا اقص واسيب سنتي او ازيد من سنتي، عشان الجزء ده انا هدخله لجوه عشان يبقى تقفيل معايا الفانوس حلو. هبدأ بعد ما اقطعه كده ابتدي ان انا ادخل الاطراف لجوه بنفس الطريقة كده. هعملها في جميع الجوانب اللي انا فرغتها. هيطلع معايا الفانوس تقفيله حلو ونضيف، ولسه بقى ما خلصناهوش ولسه فيه شغل تاني. هبدأ كمان ان انا الجناب اقطعها زي ما انتم شايفين كده. بصوا لحد دلوقتي كل الطريقة سهلة جدا، ولحد هنا ما استخدمتش الشمع خالص. طالما الستيكر معايا اللزق بتاعه شغال وتمام، هبدأ ان انا الزق كل الجوانب زي ما انتم شايفينها كده. هاجي بقى عند الاجزاء كمان اللي جوه بعد ما اخلص كل التقفيل من بره، اجيب قطعة بسيطة من الستيكر الخيامية والزقها طبعا جوه، عشان الفانوس ده هيبقى معايا مفرغ كده، فمش عايزة اي شكل يبان من جوه ان في اجزاء فيها خيامية واجزاء لا. وده شكل الفانوس بعد ما غلفته كده من بره ومن جوه زي ما انتم شايفينه، بقى جوه زي بره. هجيب بقى قطعتين من الكرتون هعمل بينهم القاعدة واعمل منهم القبة بتاعة الفانوس، وهقص القطعتين اللي هي هتبقى عندي قاعدة الفانوس والقبة بتاعة الفانوس. الفانوس هنا شكله مربع كده، شكل ستايل برضو جديد عملناه السنة اللي فاتت بس بشكل تاني. هبدأ ان انا اجيب كده الاستيكر الذهبي، سواء بقى بيلزق او مش بيلزق. انا اللي استخدمته هنا كده بيلزق. بحاول ان انا مش اوفر في الشمع شوية لو انا اقدر، ان انا مش كل حاجة ان انا استخدم فيها الشمع. طبعا في ناس مش عندها مسدس الشمع وفي ناس ما بتعرفش تستخدمه. فدلوقتي كده ده الاستيكر معايا سهل معايا الموضوع ده. ابتدي بقى هنا هستخدم طبعا بقى في الجزء ده الشمع علشان يثبت قاعدة الفانوس معايا. هبدأ ان انا اثبتها كده تحت، وبرده اثبت القبة اللي معايا اللي هي الجزء المربع التاني على قمة الفانوس كده من فوق. وحتى لو مش عندك شمع ممكن تستخدمي في الخطوة دي الدبل فيس، لو مش عايزة تستخدمي خالص الشمع في كل الفكرة. هثبته كده كويس، وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه في الخطوة اللي بعد كده. هنجيب كده جزء اصغر من المربع اللي فوق ده او المستطيل اللي فوق ده. جبت حوالي 4 طبقات، لان الكرتون اللي انا استخدمته هو قوي بس مش سميك، فحبيت ان انا اخليها كده كرتونة سميكة شوية. مقاسها حوالي 2.5 سنتي في 4 سنتي على حسب مقاس العلبة اللي استخدمتيها. هتقللي عن الجزء اللي فوق ده بحوالي سنتي او ازيد بحاجة بسيطة. هبدأ كده بقى ان انا برضو اغلف الجزء ده بستيكر الخيامية. هحط كده جزء بقى من الشمع، لان انا عايزه الجزء ده يبقى ثابت معايا والتنايات اللي فيه دي مش تفك. هبدا ان انا اثبته واقص الاطراف اللي هي الزوايا دي كده بالطريقه دي، واتني كل الاطراف دي لجوه. هتبقى معايا دي كده قطعه احطها من فوق على قبه الفانوس. هيبقى انا دخلت كده الذهبي من تحت في القبه، وهدخل برده نفس الستيكر اللي انا استخدمته في جسم الفانوس اللي هو الستيكر الخياميه. هيبقى معايا من فوق برضو، هيديني شكل جميل والوانها هتبقى متداخله كده. وهبدا برضو ان انا اثبتها كده فوق برضو باستخدام الشمع.
وبما ان انا الشكل عندي بتاع الفانوس النهارده مفتوح ومش هحط فيه اي شباك او ازاز او اي حاجه او اي بلاستيك اغطي بيه الفتحات دي، فانا عايزه اغطي الجزء اللي جوه ده كمان. هقص قطعه فوم مستطيله على قد القاعده بتاعه الفانوس، وكمان هستخدم شريط التزيين الاستراس الذهبي، قصيت كده منه صف بس كده رفيع، هحطه على كل الحواف والجوانب بتاعه الفانوس. طبعا هستخدم بقى هنا الشمع، الفكر الجزء ده مهم جدا عشان الاستراس يثبت معايا. وتقدري تستخدمي اي شريط تزيين متوفر عندك، ولو مش متوفر عندك برضو هقول تاني شريط التزيين اقدر ان انا اقص شرايح فوم رفيعه من لون تاني مختلف او فضي او اي حاجه، وابتدي ان انا ابروز كل الفانوس بيها. هبدا كده اقصه وهثبته على جميع الاركان والزوايا، ومن هنا لحد ما يخلص الفانوس. لو عجبتكم فكرة النهاردة او فانوس النهاردة، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعليق جميل زيكم عشان يشجعني ان انا اقدم لكم افكار تانية كتير باذن الله. انا كده كمان هنا برضو هحط نفس الاسترس على كل الحواف، الجزء اللي انا فرغته كده من الفانوس. هكمل كل الاسترس على كل الحواف بقى بتاعت المربعات الداخلية اللي انا عاملاها دي كده، وبعدين نكمل بقية أجزاء الفانوس. طبعا فكرة الفانوس النهاردة سهلة وبسيطة، والشكل والنتيجة النهائية هتعجبكم جدا إن شاء الله. ألوانه مختلفة وشكله مختلف بإذن الله، تقدروا تنفذوه بكل سهولة. جبت كده قطعتين من الكرتون رفيعين، عرضها سنتي وطولها بقى حوالي 20 سنتي. هبدأ كده إن أنا أغلفهم باللزق الليزر. أنا استخدمت هنا اللون الأخضر، أي لون من اللي موجود في اللون في ستيكر الخيامية. هبدأ كده ان انا اقص على قد الشبابيك اللي في الفانوس دي، هعمل اكسات كده فيها، هعمل بس في الجنبين الامامي والخلفي بس، مش هعمل في الجناب. وهبدأ ان انا اثبتهم كده طبعا باستخدام الشمع جوه الفانوس عشان يدي معايا الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر ده. طبعا تقدري تستخدمي احمر، تقدري تستخدمي ازرق، اي لون من اللي موجود في رسمة الخيامية اللي انت استخدمتيها. انا هنا عجبني اللون الاخضر، حسيته مناسب قوي كده. هبدأ برضو انفذه في الناحية التانية، وهبتدي ان انا اجيب قطعة برضو من الكرتون، حطيت برضو كذا طبقة فوق بعضها، وهبدأ ان انا اغلفها بلزق الستيكر الاخضر ده، وبرضو تكون مقاسها اصغر بسنتي من القطعة الخيامية اللي انا عملتها فوق، لزقتها عشان يبقى دي كده القبة بتاعت الفانوس جهزت معايا. فاضل اليد. هبدأ بقى ان انا اجيب قطعة من الفوم، استخدمت برضو اللون الذهبي هنا، مع عرضها حوالي 4 سنتي وطولها حوالي 15 سنتي، اللي هتبقى اليد بتاعت الفانوس معايا. وهبدأ كده ان انا اتنيها، وهبتدي ان انا اغلفها، هلزق كده القطعة دي، وبعد كده ابتدي بقى ان انا احط اليد، ويبقى الفانوس تقريبا كده خلص معايا. فكرته سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت جديد ومختلف. بنحاول نغير في اشكال الفوانيس. عملنا المرة اللي فاتت الفانوس القلبوزي اللي موجود معايا على الترابيزة اهو، برضو كان شكله مختلف وجديد والوانه مبهجه، تقدري تشوفيه في الفيديوهات السابقه اللي احنا اشتغلناها لشغل وتجهيزات رمضان. جبت كده قطعه الخرز الخشب ده، حطيت واحده فوق على قمه الفانوس، وهحط 4 اللي هتبقى الرجول بتاعه الفانوس، ويبقى كده الفانوس جاهز معايا. تقدري تحطي فيه بقى اي اضاءه انت عايزاها، شريط ليد او الشمعه الالكترونيه المضيئه. انا هنا هستخدم الشمعه الالكترونيه، بسيطه بتخلي شكل الفانوس وهتديله زي شمعه كده من جوه، لان هو واخد طابع كده ايه اسلامي، وطابع الشكل فوانيس زمان شويه، وكانوا بيستخدموا دايما زمان الشمع، بس طبعا الشمع الحقيقي احنا هنا كل شغلنا كرتون، فما ينفعش ان انا احط فيه شمعة حقيقيه. هبتدي كده ان انا انوره، شكله تحفه وهيعجبكم جدا، والنتيجه النهائيه زي ما انتم شايفين كده مبهج وجميل. يا رب يكون فانوس النهارده عجبكم والفكره تكون عجبتكم. انتظروني في فيديو جديد لرمضان وافكار كتير ان شاء الله، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.